السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم قناة عالم صفوان وسليمان، ومعكم صفوان وسليمان. كنتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله يا ربي، وتكونوا بصحة جيدة وصيامكم مقبول ان شاء الله، والله يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ان شاء الله يا ربي. فبعد غياب طويل اليوم رجعت معاكم وجبت لكم الجديد، وباقي عندي بزاف نتاع الحاجات اللي ديجا يعني مصوراهم باش نشاركهم معاكم يعني ولذاك الوقت. وكيف ما كتعرفوا يعني مؤخرا تد عندي واحد البيبي، يعني الوقت ما بقاش عندي مره، ما كنساليش وما كندركش فين نمونطي لي فيديو. فدابا حبيت اني نجي نطلع لكم هاد الطليله خفيفه ظريفه بهاد الديسير اللي كتشاهدوا معايا، اللي كيجي رائع ويعني شي حاجه بريستيج وفي المذاق ما نحتاجش نقول لكم. يعني اللي كتعرفوا عليا دائما كنجيب لكم الحاجه السهله والبنينه ونخليكم مع المكونات. فهنايا كنحتاجوا لواحد نصف لتر من الحليب، حليب كامل الدسم، يعني شيء الحليب بارد ماشي يكون سخون اولا. وهنايا كنحتاجوا لواحد فلان بانان، واحد شاسيه نتاع 4 بيرسون، يعني بالنسبه لنسيترود الحليب هذا هو القياس ديالو. وكنزيدوا ليه واحد الملعقه كبيره كبيره، يعني انا عندي هذه كتهز ليا 2 ديال المعالق ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى حسب الذوق يعني نتوما والقياس اللي بغيتو. صافي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف عليهم واحد ملعقه كبيره ديال نشا الذره كما كتشاهدوا معايا. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين كيكونوا باردين، يعني كينسجموا لي دغيا وما كتبقاش هذيك النشا عامله دوك الحبيبات في وسط الحليب. وهنا كيف ما كتشاهدوا كنزيد لها واحد نصف كاس ديال كريم فريش، يعني كتبقى اختياريه، فهي كتعطي صراحه واحد يعني كيجي داك الديسير ديالنا كريمي، كيجي فيه واحد لوغو خطير. يعني بهاد لا كريم هذه هو السر ديالو، يعني واحد نص كاس نتاع لا كريم فريش اللي كنستعملو. صافي كنخلط مزيان المكونات كيف ما كتشاهدوا، يعني كنحاول ندخلهم مع بعضياتهم حتى كينسجموا لي مزيان. عاد يعني كنشعل عليهم على نار مهيله، وكنبقى يعني مع التحريك المستمر. فدابا انا شعلت عليهم هنايا نار مهيله، كنأكد عليها باش ما كتحتلناش لتحت هذيك النشا ما كتنسجمناش مع المكونات. صافي هنايا الخليط ديالي بدا كيعقد لي شويش، كيف ما كتلاحظوا مع الجناب نتاع لا كاسرول راه كيبان لنا بانه بدا كيعقد. كنبقاو كنحركوه، يعني ما كنرصاوش من التحراك حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيجي شي شويش عاقد، يعني ماشي عاقد بزاف. هانتوما هذا يعني هو لا تيكستول ديالو اللي كنحصلوا عليه فهاد القوام هذا. هانتوما كما كتشاهدوا يعني في الجنب نتاع لا كاسرول راه باين. مع ذلك تنبقى كنحرك باش ما كيعملش داك الوجه اللي كيبقى يعني من الفوق ديال لا كريم. صافي هنايا خديت هاد لي بول ديالي او هاد لي فيغين، نتوما كيبقى على حسب اللي عندكم واللي بغيتو تقدموا فيه. فانا عندي هادو وحبيت نقدم فيهم. عندي هنايا 6، يعني هاد الكميه ديال الفلان كتكفيني لهاد 6 نتاع لي فيغين ديالي. هنايا غادي نبدا نحرك مزيان، وغادي ناخذ واحد ملعقه صغيره وغادي نوضع واحد القليل من الخليط في كل كاس كيف ما كتشاهدوا معايا. بهذه الطريقه هذه كنوضع شويش نتاع الخليط. فهذا الخليط اللي كنوضع ولا يثبت لي البسكويت ديالي، يعني البسكويت اللي كنحتاجو الماريه هذا الشكل هذا، يعني ديال البسكويت ماريه راه معروفه ما كتكون فيها لا كريم لا شوكولا لا حتى شي حاجه، يعني كتكون بحال هيدا. صافي كنحاول نثبتها كطبقه اولى في الكاس. كتشرب هذيك لا كريم وكتجي صراحه خطيره في المذاق ديالها. انتم كيف ما كتشاهدوا انا غادي نستمر نكمل الكؤوس كاملين اللي عندي، يعني بنفس الطريقه. عاد غادي نكب فيهم هذيك لا كريم بالتساوي. خليكم معايا. صافي هنايا غادي نبدا نفرغ داك الخليط ديالي اولا هذيك لا كريم في هاد لي فيغين اولا هاد الكؤوس ديالي.
يعني بالتساوي، كنحاول انني نوضع فيهم كميه، ومن بعد كنبقى نضيف اللي شفتو ناقص. فبهذيك الطريقه يعني باش تثبت هذاك البسكوي بهيداك ما كيطلعش معنا، واخا كنكبوا فوق منه هذا الخليط ما كطلعش ديك البسكوي للفوق. يعني ديك الملعقه اللي وضعنا لها عاد ثبتناها عليها، يعني كتعطيها كتثبتها ما كتخليهاش يطلع. فهذه مرحله ضروريه باش ينجح معكم الديسير ديالكم. عفوا. هانتوما كما كتشاهدوا يعني كنبقى نضيف ليهم كاملين حتى كنجيبهم يعني متساويين، وكل واحد عينو ميزانه، يعني اللي كيعرف يكب بالتساوي من الاول كان احسن. صافي دابا غادي نخليهم شويه يعني ياخذوا درجه حراره المطبخ. ابخي غادي ندخلهم المبرد يبردوا واحد شويش، وفي هذيك الاثناء غادي نخليهم كيبردوا، وغادي نجي باش نحضر هذيك الطبقه يعني اللي كتكون في الوجه ديال لي فيغين، او الطبقه الاخيره اللي كنحضرها بالفواكه. وكيبقى لكم الاختيار يعني باش ما بغيتو تحضروها، يا لي فخوي سيك يا بالديسير يا اللي بغيتو، كيبقى على حسب يعني شنو عندكم متوفر في الدار فكتستعملوه. فانا هنايا خديت واحد البنانه كبيره قطعتها طريفات صغارين مع هاد لي فريز، يعني هما اللي عندي متوفرين، قطعتهم طريفات ستيتوين كاملين، ضفت ليهم شويش نتاع السكر، وغادي نوضعهم جانبا باش يتعسلوا لي واحد شويش. صافي هنايا من بعد ما تعسلوا ومن بعد ما برد ليا هاد الديسير ديالي كيف ما كتشاهدوا يعني راه شابر فراسو مزيان. صافي كنحاول انني نوزع فيه هاد الخليط بالتساوي، وكنبقى نعدلو هيدا في الوجه باش كيجي داكشي يعني معاوط وكيجي مزيون. انتما كما كتشاهدوا يعني راه تعسلوا لي دوك لي فخوي وطلقوا هذيك العسل ديالهم. صافي كنبقى نوضع لهم كيف ما يعني الطريقه الاولى نفرق عليهم اولا كنوزع داك الخليط ديال الفريسه مع البنان، ومن بعد كنعاود نعدلو هيدا مزيان في الوجه ديال لي فيغين. وكيبقى لكم التزيين يعني اختياري كما العاده، دائما كنخلي لكم يعني داك المجال مفتوح، فاللي بغيتو تزينوا به كيبقى لكم اختيار. صافي غادي نعاود نوضعهم يبردوا، وهنايا من بعد ما بردوا مزيان وجبدتهم من يعني من المبرد، ضفت ليهم حبيبات نتاع الشوكولا. يعني تفكرتهم كانوا عندي ملي كنكون كنخدم كنبقى نتفكر اذا كانت عندي شي حاجه بحال هيدا اللي تصلح ليا وكنعاود نجبدها، يعني داكشي اللي كان عندكم متوفر. فتفكرت هاد الحبيبات الشوكولاته هما كيجي لوغو ديالهم خطير، الشوكولا مع البنان راكم كتعرفوا يعني المذاق ديالو شي حاجه اللي يعني انكرويابل. هانتوما هما هادو فاش كيوجدوا معانا. فانا هنايا يعني قدمتهم معكم بفلان بنان يعني بهاد لي فخوي. فكما غتلاحظوا في لا فيديو في البدايه ديال لا فيديو شاركت معكم هادوك اللي كنت عدلتهم بالفراوله صراحه، ولقاو اقبال كبير من عند متتبعات ديالي. شاركتهم معاهم على الصفحه ديالي في الانستغرام وفي الواتساب وعجبوهم، وقالك لا شاركي معنا الوصفه عافاك هادشي هذا عندك باين مزيون. صافي وقلت غادي نعدلهم اليوم للسحور راه نشارك معكم الوصفه، وحاولت انني نصور معكم لا فيديو واخا ضيق الوقت ويعني ما عنديش كيفاش نعمل، لكن الطلب ديالكم غالي وعزازين على قلبي ما نقدرش ما نردها لكم في الوجه ديالكم. وبهكذا كنجيو للنهايه ديال لا فيديو، كنقول لكم فرجه ممتعه، شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الجديد دائما، وخليكم دائما معايا غيستي كونيكتي دائما ان شاء الله مع الجديد. والحاجه اللي حبيتوها نشاركها معكم مرحبا على الراس والعين، عزاز وغاليين، وخليت لكم الراحه ورمضان كريم.